بيبدأ الفيلم مع إيب مان وهو في قتال مع مجموعة كبيرة جدا من رجال العصابات، وكان عمال يقاتلهم بمهارة عالية جدا، وكان محترف جدا في القتال. ورغم عددهم الكبير إلا إنه كان قادر يدافع عن نفسه ومحدش منهم قدر يعمل له أي حاجة. وبعديها بيظهر شخص تاني من الشباك وبيبدأ يهجم عليه بكل قوة ومهارة، بس إيب مان قدر يصد كل ضرباته وهجم عليه بكل قوته ووجه له أكتر من ضربة قوية جدا لحد ما عطاله الضربة القاضية وقدر ينتصر عليه في النهاية. ولما بيوصل البيت بيبدأ يتدرب على أساليب الكونغ فو بتاعته، وبنعرف إنه كان من عيلة غنية جدا في الصين، وابتدى يتمرن على أساليب الكونغ فو من لما كان عنده 7 سنين. ولما كبر اتجوز زانج يونغ بنت وزير الإمبراطور، وكان بيحبها جدا وهي كانت بتحب الموسيقى. والوقت ده ما كانش ينفع الناس الأغنياء يروحوا للأماكن اللي فيها موسيقى، بس هي ما كانتش بتهتم بكده، وكان ييب مان بيوديها في الأماكن اللي هي بتحب تروحها. وبعد شوية كان في اجتماع معمول بين مدربين الفنون القتالية في واحد من بيوت الليل اللي كان أشهر مكان في المدينة كلها، بس هو بالنسبة لمعلمين الفنون القتالية كان بمثابة ساحة قتال، وكان موجود كل المعلمين اللي من مدارس الجنوب. وبنشوف ساعتها المعلم باوسن وبيبدأ يتكلم وبيقول لكل الموجودين إن في حياته حقق 3 إنجازات: واحد أساليب القتال شينجي وباغو، وأصبح مدير لاتحاد الفنون القتالية الشمالي، وتالت حاجة أخد معلمين الشمال للجنوب وأنشأ أول أكاديمية للفنون القتالية في الجنوب. وبيعرفهم إنه كبر في السن واختار تلميذه الأول مسان إنه يبقى الوريث من بعده، ودعا معلمين الجنوب إنهم يختاروا واحد يمثلهم يتحدى تلميذه في مباراة استعراضية. بس المشكلة إن أول واحد ما خدش في إيد مسان دقيقة ونزل لهم من الشباك. وبنعرف إن مسان شخص متكبر جدا وقال لهم إن محدش منهم يقدر يتحدى تلميذ المعلم الكبير. ساعتها المعلمين كلهم اتضايقوا وطلع 4 من أقوى تلاميذ معلمين مدارس الجنوب، بس مسان كان محترف جدا في القتال وكان متدرب على أعلى مستوى وقدر يهزمهم ال4 بكل سهولة. بعدها بنشوف معلمين مدارس الجنوب كلها وهي بتحاول تقنع ييب مان إنه يتحدى مسان في قتال علشان يرجعوا قيمة معلمين مقاتلين الجنوب مرة تانية، لأنه الشخص الوحيد اللي قادر يتصداله بسبب مهارته العالية في القتال. بس ييب مان ما كانش موافق على المنصب ده لأنه ما كانش مهتم إنه يبقى زعيم مدارس الجنوب، بس كل الجنوبيين اعترضوا على كلامه وأصروا إنه لازم يمثلهم ويقبل بقيادة مدارس الجنوب. وبنشوف بعد كده ييب مان مع مراته وعرفته إنها هتاخد أطفالها وهتروح تقعد عند أمها لحد ما يخلص القتالات اللي هيدخلها. وبنشوف بعد كده مسان والمعلم بتاعه اللي كان غضبان منه جدا لأنه ما بقاش عارف يسيطر على غروره وما كانش همه غير شهرته في القتال وبس، وطلب منه إنه يسيب مدينة فوشان ويمشي، ولو ما مشاش ووعده إنه هيكسر رجليه. فبياخد مسان بعضه وبيتوكل على الله. في نفس الوقت الأوضاع في البلد ما كانتش كويسة والجيوش الجنوبية راحت للشمال وكانوا بيدعوا للحكم الذاتي. وبنشوف بعد كده المعلم باوسن وهو قاعد مع المعلم بتاعه وبيقول له إنه شايف إن ييب مان موهوب وهو الوحيد اللي يستاهل يبقى بعد منه. وبعديها بنشوف بنت المعلم باوسن وكانت متضايقة إنه هيختار ييب مان لأنها كانت شايفاه ما يستحقش المكانة دي، وعرفته كمان إن الشماليين كلهم مش موافقين على الطريقة دي لاختيار الوريث من بعده، بس هو عرفها إنها ما تسمعش للناس واللي هيعمله ده الصح لأنه لازم يدي فرصة للشباب الموهوبة. وبعد كده بيجي يوم الحفلة اللي هيتم فيها تتويج ييب مان بقيادة المدارس الجنوبية، وكانت يانج بنت الزعيم متضايقة جدا وطلبت من أبوها إن هي اللي تمثل الحدود الجنوبية، بس المعلم باوسن رفض وعرفها إن هي مش فاضية للقتال دلوقتي وعندها حاجات أهم من كده، وكمان لازم تفضي نفسها علشان لما تتجوز. بعديها بيوصل ييب مان للمكان وبيحييه كل المعلمين اللي موجودين اللي كانوا مبسوطين إنه هيتم اختياره للقيادة، وكان لازم يقابل مجموعة من المقاتلين قبل ما يقابل المعلم باوسن علشان يثبت كفاءته في القتال. بتوصل أول واحدة هيتحداها ييب مان وبتبدأ تعرفه بالأسلوب بتاعها، وبعد كده بتهجم عليه بأسلوبها المميز جدا، وكانت محترفة في القتال. بس ييب مان كان قادر يتصدر كل ضرباتها لدرجة إنه كان بيقتلها بإيد واحدة، وقدر في النهاية إنه يتمكن منها من غير أي مجهود، وعرفها إن ده مجرد قتال للتدريب مش لازم يعني يكسروا المكان. وبعد كده حياها وطلع علشان يقابل المقاتل التاني اللي كان راجل عجوز بس عنده أسلوب مميز في القتال وتعلمه من سنين
سنين كتير جدا، وعرفه ان اسلوبه معتمد على ضربة كالرمح وضربة قاطعة ثم تحطيم. ساعتها غمض ييب مان عينه وبدأ يركز جدا، وقدر انه يتصدى لكل ضربات المقاتل العجوز بكل حرفنة وبيخلص القتال معاه. بس ساعتها قال له ان كل تحدي بيبقى صعب عن اللي قبله، وطلب منه ما يستقلش بالمقاتل اللي بعده. وطلع للمقاتل التالت وسأله ايه اللي عنده. عرفه انه عنده مجموعة من الالعاب النارية اللي مش هيقدر يتصدى لها نهائي، وبيبدأ يهجم على ييب مان، وكان باين عليه مقاتل قوي جدا. بس ييب مان اتصدى لكل ضرباته وقدر يضربه ضربة قوية. ساعتها المقاتل ده غير الاسلوب بتاعه واتريق كمان على اسلوب الوينج تشون الخاص بييب مان، وقرر انه يواجهه باسلوب مختلف اقوى من الاولاني. وبدأ يهجم على ييب مان مرة تانية بكل سرعة ومهارة، وييب مان كان بس بيدافع عن نفسه ومش راضي يهجم عليه نهائي. بس بعد شوية اتمكن ييب مان منه وضربه اكتر من ضربة رجعته مسافة بعيدة لورا. ساعتها قال له الاسلوب بتاعي قوي على فكرة، بس انا اللي راجل عجوز. ساعتها ضحك ييب مان وحياه على القتال وسابه ومشى. وكده ما كانش فاضل غير المعلم باوسن في التحدي النهائي. بس الاول اتصوروا مع بعض صورة تذكارية قبل القتال بتاعهم، وبعديها طلب المعلم باوسن من ييب مان ان التحدي بتاعهم يبقى بذكاء مش بمهارة، وعرفوا انه من 25 سنة واحد اتحدى المعلم بتاعه ان يكسر الكعكة اللي في ايده. والمعلم ساعتها ما اتضايقش، وساعتها باوسن قال له هسألك نفس السؤال، هتقدر تكسر الكعكة اللي في ايدي؟ في الاول ييب مان كان هيمسكها بايده اليمين وبعد كده بايده الشمال، وبعديها غمض عينه وبدأ يتحدى المعلم الكبير بكل مهارة، وكان بيحاول يمسك الكعكة اللي في ايده. بس المعلم ده ما كانش سهل وعنده مهارة عالية جدا. بس بعد شوية بيقف ييب مان وبيفتح عينه وقال له الكعكة دي بالظبط زي البلاد، لو اتقسمت يبقى الشمال والجنوب هيتقسموا، والمفروض ان هما كلهم في بلد واحد. ساعتها الكلام عجب المعلم وعرفه انه خلاه مشهور بسبب التحدي ده، وكمان حذره من المستقبل علشان مليان مخاطر واتمنى يكون زيه في مواجهتها، وطلب منه انه ما يتخلاش عن ايمانه. وبعد كده حياه وسابه ومشى، وكل اللي في المكان بدأوا يحيوهم، خاصة ييب مان على توليه المنصب الجديد. بس بنت المعلم كانت متضايقة جدا وطلبت من الحارس بتاعها انه يبعت الرسالة دي لييب مان علشان تتحداه في قتال وترجع شرف عيلتهم اللي ما خسرتش قبل كده ولا مرة. وبتوصل بعد كده الرسالة لييب مان وكل معلمين الجنوب عرفوا. ساعتها وافق ييب مان انه يقبل التحدي، بس المعلمين قالوا له ما يستقلش بقدرات بنت المعلم باوسن لانها قوية جدا وضرباتها حادة كالسيف. بس هو ما اهتمش بكلامهم وعرفهم انه وافق على التحدي خلاص. وبنيجي لوقت التحدي وساعتها يانج اتأسفت لييب مان على المكان اللي هيتكسر كمان شوية، بس هو عرفها ان الكونج فو معتمد على الدقة في تسديد الضربات، وعلى العموم لو اي حاجة اتكسرت اعتبري نفسك فزتي في التحدي. وبيبدأ القتال بينهم، وبتبدأ يانج تهجم على ييب مان بكل قوة ومهارة، وبيبان انها متعلمة الكونج فو على اعلى مستوى، وكانت بتستخدم اسلوب مميز اسمه الايد ال64، وكان اسلوب قوي جدا بتمارسه عيلة المعلم باوسن. وكان ييب مان بيواجه صعوبة انه يتغلب عليها، بس كان قادر انه يتصدى ضرباتها وخلاص. وبيشتد القتال بينهم لحد ما كانت يانج هتقع من فوق، بس ييب مان مد ايده علشان يمسكها، سحبته ووقعته من الدور اللي فوق، والمشكلة انه نزل على الارض والخشب اتكسر تحت رجليه. ساعتها يانج هي اللي فازت في القتال، وفي النهاية عرفت ييب مان ان مهارته عالية في القتال واتمنت له التوفيق في حياته ومشت، بعد ما وعدها انهم اكيد هيتحدوا بعض مرة تانية. وشكلهم كده الاتنين اتعلقوا ببعض. وبعد كده بيقابل ييب مان مراته وكان جايب لها هدية، وطلب منها انهم يتصوروا مع بعض صورة عائلية. بس للأسف في الوقت ده اليابان كانت احتلت الصين ودمرت اماكن كتيرة جدا، وبسبب التفجيرات دي 2 من بنات ييب مان ماتوا وحزن عليهم جدا. وبعد فترة الحالة اتدهورت معاه على الاخر لدرجة انه ما كانش لاقي ياكل عيلته، حتى اصدقائه اللي ياما خدمهم ما كانش لاقي اي حد يقف جنبه. وييب مان وصل لمرحلة صعبة جدا لدرجة انه كان بياخد بواقي الاكل من المطعم علشان ياكل عيلته. وعلى الرغم من كل اللي وصل له الا انه مرضاش يتعاون مع اليابانيين نهائي حتى بعد الرشاوي الكتير اللي كانوا بيقدمها له. في نفس الوقت كانت يانج بنت الزعيم مسافرة علشان تدرس الطب، وبتشوف حد من المقاومة وهو ايده غرقانة دم وكان هربان من اليابانيين، بس قامت وغطته بالجاكيت بتاعها وعملت اكنها مراته علشان محدش من اليابانيين ياخد باله منه.
وبنشوف بعد كده ماسان وبنعرف انه تعاون مع اليابانيين وكمان حصل على وظيفة حكومية، وبعديها بيروح يقابل المعلم باوسن، بس المعلم كان متضايق منه بسبب انضمامه لليابانيين وقال له انه خلاص ما بقاش ليه مكان وسطهم، وقام هجم عليه وقام بينهم قتال قوي، بس المعلم كان اقوى منه بكتير وقدر يهزمه بكل سهولة، وطلب من المساعد بتاعه انه يسيبه يمشي. بس اول ما المساعد دخل المعلم مرة تانية اتفاجئ بيه وهو ميت، وبتعرف يانج باللي حصل وبتقرر انها تقتل ماسان على اللي عمله في ابوها، بس الحارس بتاعها عرفها ان اخر حاجة المعلم قالها ان امر بنته انها ما تسعاش في الانتقام، بس هي مش بتقتنع بكلامه وبتقوله ان ابوها قال كده علشان كان خايف عليها. وتاني يوم بيروحوا علشان يدفنوا ابوها، بس ساعتها بيتفاجئوا بمجموعة من رجال ماسان وهم قافلين عليهم الطريق، بس ساعتها يانج أمرت الحارس بتاعها إنه يفتح لهم الطريق، وهو دخل وقدر بحركة واحدة بس إنه يقسم العالم بتاعهم، وأمرهم كمان إنهم يبلغوا ماسان إن هو في إعداد الموتى، وبيكملوا طريقهم وبيروحوا علشان يدفنوه. وبعديها بتروح لبيت ماسان ومعاها رجالة كتير وكانت عاوزة تتحداه علشان تنتقم لموت أبوها، بس ساعتها ماسان مرضاش يطلع يقابلهم، وساعتها يانج مشيت من المكان ووعدت نفسها إنها مش هتسيب حقها أبدا. وبنرجع ليب مان اللي وصل لهونج كونج وراح قدم إنه يشتغل معلم للفنون القتالية، بس ساعتها الشخص اللي موجود بدأ يسأله شوية عن الأسلوب بتاعه ويب مان بدأ يشرحه له، فالشخص ده عرف يب مان إن المنطقة هنا كلها معلمين كونج فو، فطلب منه إنه يقاتله علشان يشوف مستواه بنفسه، وهنا وافق يب مان على التحدي، والتاني هجم على يب مان بس أخد ضربة واحدة بس وما قدرش يستحمل، وهنا وافق على طول إنه يبدأ يدرب التلاميذ على القتال. بس تاني يوم بيوصل معلم تاني هو والتلاميذ بتوعه، وكان جاي على أساس إنه يتعلم عند يب مان، بس هو كان بيستهزأ بيه واستهزأ كمان بالأسلوب بتاعه. ساعتها يب مان أمر تلميذه إنه يقفل الباب وبدأ يهجم على المعلم وعلى تلاميذه كلهم، وكان بيقاتلهم بمهارة عالية جدا وقدر إنه يهزمهم كلهم في 8 حركات بس. وبعديها بنشوف مقاتل تاني اسمه ليو وجاله مجموعة من أفراد العصابات اليابانية وطلبوا منه إنه ينضم لهم، بس المقاتل ده رفض، فابتدت العصابة تهجم عليه وهو بدأ يتصدى للهجوم بتاعهم بكل قوة. وعلى الرغم إن عددهم كان كتير جدا إلا إن المقاتل ده كان محترف وقدر إنه يهزمهم كلهم. وبعد كده بنشوف يب مان وهو قاعد مع يانج وبيطلب منها إنها تعلمه أسلوب الإيد ال64 الخاص بعيلتهم، بس هي بترفض وطلبت منه إنه ما يفتحش معاها الموضوع ده مرة تانية. ولما بيجي يمشي المساعد بتاعها بيعرفوا إن الأسلوب الخاص بيهم خاص فقط بعيلة المعلم باوسن ومش متاح إن أي حد يتعلمه. وبعديها بتتكلم يانج مع الحارس بتاعها وبتسأله إذا كان قتل حد قبل كده علشان كانت عاوزة تنتقم من ماسان، بس هي ما قتلتش حد قبل كده. فالحارس عرفها إن أبوها ما كانش موافق على الانتقام، وعرفها إن دلوقتي القتل مش زي زمان واللي بيقتل بيعدموه، بس هي كانت مصممة على الانتقام بأي طريقة علشان ترجع حق أبوها. وبعديها كان ماسان ماشي مع رجالته وظهر لهم الحارس بتاع يانج فجأة وعرفهم إن القتال اللي هيبدأ بين المعلم بتاعهم وبين يانج، وطلب منهم ما يتدخلوش، بس ماسان أمر رجالته إنها تخلص عليه وما كانوش يعرفوا إنه مقاتل محترف جدا. والحارس ساعتها طلع السيف بتاعه وبدأ يهجم عليهم كلهم، بس كان بيكتفي بس إنه بيقطع الهدوم اللي عليهم ومرضاش يقتلهم نهائي، على الرغم إنه قدر يتمكن منهم كلهم. وبعد كده بيهجم على ماسان، بس ماسان قدر يتمكن منه بسهولة، وبتوصل بعديها يانج وبتلحق الحارس بتاعها وبتبدأ تستعد علشان تواجه ماسان، وبدأوا هما الاتنين القتال، والاتنين كان مستواهم عالي جدا وما كانش حد منهم قادر على التاني. وابتدت يانج توجه عدة ضربات لماسان، بس بعد شوية قدر يتمكن منها وكان هيخلص عليها، بس بتقدر يانج انها تدافع عن نفسها وتصد الهجوم بتاعه، وقدرت تهجم عليه بأسلوب الإيد 64 الخاص بيها وضربته نفس الضربة السرية اللي أبوها ضربها لماسان قبل كده. وساعتها اتخبط ماسان في القطر وهو ماشي وكان هيموت، بس في النهاية يانج اكتفت بإنها هزمته ومرضتش تقتله، وقدرت تاخد منه ميراث العيلة بتاعها أخيرا. وبعد فترة من الزمن يانج بتقابل يب مان في هونج كونج وبتديله التذكار اللي كان عطيهولها من فترة، وبتودعه علشان كانت هترجع لبلدها مرة تانية، وبتعرفه إنها كانت بتحبه وما قالتش كده لأي حد قبل كده، بس كانت أخدة عهد على نفسها إنها مش هتتجوز نهائي وهتتفرغ لأسلوب الإيد 64 الخاص بعيلتها. وبعد كده بتودع يب مان وبتمشي، وبعد فترة بتموت يانج وبيوصل الخبر ليب مان وبيحزن عليها جدا، وبيجيله الحارس بتاعها وبيديله صندوق يانج وصت إنه يوصله أول ما تموت.
وبعد كده بيتفرغ ييب مان لتعليم تلاميذه أسلوب الوينج تشان، وبدأ عدد التلاميذ يزيد كل يوم عن اللي قبله، وبيخلص الفيلم على كده. بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه تشات شوي، هو وبنته سا، وبيكونوا بيلعبوا مع بعض وبيتزحلقوا على الجليد. بس سا كانت خايفة شوية علشان ما تقعش، بس بابا بيشجعها وبيخليها تبدأ. وأول ما بتمشي بيتفاجئ تشات شاي ببنته وهي بتنزف دم وهي ماشية، فبيجري عليها بسرعة جدا وبياخدها للمستشفى. وكانت تشات شاي خايف عليها جدا، بس بعد شوية فحوصات من الدكاترة بيعرفوا الدكتور ان دم بنته اتضرر بنسبة 10% اكتر من الاول، وانها لازم تعمل العملية في اسرع وقت. وبنعرف ان عندها مرض نادر ومحتاجة حد يتبرع لها بنخاع العظام. ولما بيسألوا تشات شوي إذا كان في حد متبرع ولا لسه، بيعرفوا الدكتور إن في شخص ممكن يتبرع لها، بس المستشفى تواصلت معاه كتير وهو مش بيرد عليهم، فبيطلب منه ياخد رقم تليفونه وهو هيحاول يوصله، بس بتأسف له الدكتور وبيعرفوا إن المعلومات بتاعت المتبرعين سرية وما ينفعش حد يطلع عليها، وبيسيب تشات شاي وبيمشي. المهم بيقدر تشات شاي إنه يدخل لأوضة الملفات وبيقدر يوصل لرقم المتبرع وبيصوره، وبيفضل بعد كده يرن عليه كتير جدا بس ما كانش حد بيرد عليه، لحد ما بيجي الليل وتشا بيبقى قاعد مع بنته، وبنعرف ان مراته توفت من فترة كبيرة بسبب المرض وهو اللي بيعتني ببنته من زمان، وبيوعد بنته انه مش هيسيبها الا لما تخف وتبقى كويسة، وبيطمنها كمان انهم لقوا متبرع. بنروح بعد كده لظابط اسمه كو هانج، وبيبقى اخد السجين تشانج جين للسجن، وبيوصل بعد كده تشا وبنعرف انه شغال ظابط شرطة في السجن ده، وبيشوف المسجون الجديد وهو فاقد الوعي بسبب كمية المخدرات اللي شربها، وبيفوقوا الحارس بخرطوم المية وبياخدوه للظابط كو هانج، وبنكتشف انه بيغير ملف المسجون بملف مسجون تاني علشان يلبسه قضية تهريب مخدرات ويقضي طول حياته في السجن. واول ما بيعرف تشانج جين باللي عمله الظابط بيبدأ يتعصب جدا وبيهجم على الحراس اللي واقفة وبيفضل يضرب فيهم لحد ما بيجيله تشات شاي، وبتقوم بينهم معركة قوية جدا وبيبقوا الاتنين مستواهم عالي جدا في القتال. وبيتمكن تشانج في الاول من تشات شاي بس بيستجمع قوته بعد كده وبيبدأ يهجم عليه مرة تانية لحد ما بيديله ضربة قوية جدا بتطلعه من الأوضة اللي هم فيها، وبيقدر يسيطر عليه وبيدخله للسجن مع باقي المساجين. وبيفضل ساعتها يزعق وبيقول لهم انه ظابط صيني ومش تاجر مخدرات، بس طبعا كل المساجين بتتريق عليه ومحدش منهم بيبقى فاهمه اصلا، بس تشات شاي كان واقف من بعيد وسمعه ومستغرب من اللي هو بيقوله. بنرجع بالاحداث شويه وبنعرف ان تشانج جين ظابط فعلا ودخل سكه الادمان علشان يعرف يزرع نفسه مع عصابه ومحدش يشك فيه نهائي انه ظابط، وكان عمه ظابط برضه وهو اللي مكلفه بالمهمه دي علشان يبلغه بكل تحركات العصابه قبل ما تحصل، بس كان متضايق علشان تشانج بقى مدمن وما كانوش متفقين على كده من الاول، بس بيفهموا تشانج انه بيروح لمصحه علاج ادمان وهو عمل كده من الاول علشان دي الطريقه الوحيده اللي هيقدر يدخل بيها جوه العصابه. بنروح بعد كده لواحد اسمه هانج مون، مليونير صيني بس عنده مرض نادر جدا وعلشان يتعالج محتاج لزراعه قلب في اسرع وقت، بس المشكله ان كمان فصيله دمه نادره، بس بيعرفوا الدكتور ان الشخص الوحيد اللي عنده نفس فصيله الدم هو اخوه، وبيعرفوا كمان ان لو ما عملش العمليه في اسرع وقت هيموت. بنرجع لتشانج جين وبيكون قاعد مع واحد من افراد العصابه وبيعرف منه انهم عاوزين يخطفوا واحد هو ومراته، واول ما بيبقى لوحده بيتصل على عمه وبيقول له على اللي عرفه بيبقى مكان العمليه في المطار. وبعد شويه بيوصل تشانج جين وافراد العصابه للمطار، وبيوصل بعد منهم عمه مع افراد الشرطه علشان يحاولوا ينقذوا الشخص اللي العصابه عاوزه تخطفه ويقبضوا على العصابه. وبنعرف ان الاتنين اللي العصابه عاوزه تخطفهم هو هونج اخو المليونير هانج ومراته، وبتبدا العصابه تحاصر هونج ومراته والحراس وبيثبتوهم، ولما مراته بتشوف الحراس زي قلتها ما اتحركتش بتقوم تضربهم كلهم بالقلم وبتاخد المسدس من واحد وبتقتل واحد من العصابه، وساعتها بتبدا حرب شرسه بين افراد العصابه وبين افراد الشرطه، والناس في المطار بتبقى مرعوبه وبيطلعوا يجروا في كل مكان وسط ضرب النار. وبتقدر مرات هونج انها تضرب تشانج بالخاتم في رقبته وبتهجم عليه بس بتضرب بالنار من زعيم العصابه وبتقع ميته.
وبيقوم تشانج بس كان مش متزن، بس بيقدر انه يروح لهونج وبيسحبه من المكان اللي هو فيه بالعافيه علشان ينقذه من تحت ايد العصابه. بس علشان هونج مفكر تشانج انه تبع العصابه بيقدر يضربه وبيهرب منه بسرعه، وساعتها بيوصل ظابط لتشانج وكان هيضربه بالنار علشان مفكره تبع العصابه، بس بيلحقوا عمه على اخر لحظه. وللاسف كان ساعتها زعيم العصابه واقف وشاف اللي حصل واتاكد ان تشانج تبع الشرطه. على طول بيطلع مسدسه وكان هيقتله، بس بيضربوا عمه طلقه في رقبته وبينقذ تشانج للمره التانيه. وبعدها بتوصل العصابه وبيضربوا نار تاني على بعض، وبيتصاب الدكتور هونج اصابات خطيره جدا، وبياخد تشانج زعيم العصابه والمجموعه اللي فاضله وبيقدروا يهربوا من المطار باعجوبه. وعلشان زعيم العصابه اتضرب بالنار في رقبته ما كانش قادر يتكلم ويعرف رجالته ان تشانج شغال مع الشرطه. واثناء ما هم على المركب بيتصل على تشانج رقم غريب، فبياخد واحد من العصابه تليفونه وبيرميه في البحر. وكان ساعتها تشات شوي هو اللي بيتصل عليه لان تشانج هو المتبرع اللي هيساعد بنته. وبالليل واحد من افراد العصابه بيخلص على الزعيم بتاعهم وبيضرب على تشانج نار بس مش بيموته، وهنعرف انه عمل كده علشان يسلمه للبوليس التايلاندي، وده كان السبب اللي دخل تشانج السجن. وهونج في المستشفى كانت حالته خطيره، وبيجي له اخوه علشان يطمن عليه لانه عاوزه حي علشان يساعده في العمليه اللي عاوز يعملها. وبيجي له المحقق تشان وبيتكلموا مع بعض شويه وبيعرفوا هونج بالمرض اللي عنده، وكان اخوه جاي له تايلاند علشان يقف معاه في رحلته العلاجيه. وبعد شويه بيجي تليفون للمحقق تشان وبيعرف منه ان ابن اخوه اتقبض عليه وموجود دلوقتي في سجن في تايلاند، وكمان احتمال يموتوه خلال الاسبوع. فبيخاف تشان على ابن اخوه وبيروح على طول على رئيس الشرطه علشان يساعده وينقذ ابن اخوه، بس بيعرفوا انه صعب جدا يعمل حاجه علشان هما في الصين وابن اخوه في تايلاند. بنرجع لوقتنا الحالي مرة تانية، ولما تشانج كان عمال يقول لهم انه ظابط، تشات شاي كان بيتفرج عليه وبيجيله رئيس السجن كو هانج وبيديله مبلغ من المال علشان يقدر يعالج بنته، وبيشكره تشات شاي جدا. وبنروح لتشانج وهو في الحبس الانفرادي وكان متعصب جدا لانه كمان بقاله فتره ما خدش مخدرات، وكمان كان قاعد في الزنزانه لوحده من غير حتى شويه ميه. في نفس الوقت عمه كان بيدور عليه في كل حته لدرجه انه كان بيروح لرجاله العصابه وبيضربهم علشان يقولوا على مكان ابن اخوه، لحد ما بيجيله رئيسه في الشغل وبيتعصب عليه وبيهدده انه لو ما بطلش الحركات دي هيرفده من الشغل. بس المحقق تشان بيقول له انه مش فارق معاه حاجه، المهم عنده انه يوصل لابن اخوه. في نفس الوقت كانت تشات شاي لسه بيحاول يوصل للمتبرع وبيرن على رقمه لحد ما اخيرا الرقم رد عليه، بس ما كانش فاهم منه حاجه. فبيروح بسرعه لتشانج وبيطلب منه يتكلم مع الشخص ويعرف هو مين عن طريق المترجم، وبيعرف ان الشخص اللي معاه التليفون صياد ولقى التليفون في البحر وهو مش صاحب الموبايل. وعلشان تشانج ما كانش مركز مش بياخد باله ان تشات شاي بيتصل على رقمه اصلا. وبنرجع للمحقق تشان وهو قاعد مع هونج وبيطلب منه انه يطلع يشرب سيجاره، ولما بيطلعوا بيتكلم هونج معاه وبيعرفه على المرض اللي عنده، ومن وسط الكلام بيعرف ان اخوه عنده نفس فصيله الدم النادره، وبيبدا ساعتها يشك فيه وبيربط الاحداث ببعض وبيتاكد ان هونج هو الوحيد اللي عنده مصلحه في خطف اخوه. ولما بيحس هونج انه اتكشف بيتكلم معاه وبيوريله فيديو لابن اخوه وهو بيتعذب في السجن التايلاندي، وساعتها بيتعصب عليه جدا وبيهدده انه يقتله، بس هونج بيعرفه انه يسلم اخوه في ايده وهو هيجيب له ابن اخوه. في نفس الوقت تشانج قدر يفك حديده من السرير بتاعه وجرح بيها نفسه، واول ما بيشوفوا الضباط بيطلعوا يجروا عليه بسرعه في زنزانته علشان يلحقوه. بس تشانج كان عامل لهم كمين علشان يطلع من زنزانته ويتصل على عمه، وبيقدر انه يضرب واحد من الحراس وبيثبته بالحديده، وبيوقف تشات شاي وبيقفل عليهم الزنزانه وبيطلع يجري باقصى سرعته. وبنرجع للمحقق تشان اللي راجع المستشفى ويبقى عمال يفكر ومش عارف يعمل ايه في اللي هو فيه، بس بيقرر انه ينقذ ابن اخوه مهما تكلف الامر، وبيضرب بالمسدس بتاعه علشان جرس الانذار في المستشفى يشتغل، وبيطلع يجري بسرعه على اخو هونج وكأن في ناس يعني من العصابه جايه علشان يقتلوه، وبياخده بسرعه وبينزل من المستشفى علشان يعني يوديه في حته امان، بس هو في الحقيقه كان عاوز يسلمه لاخوه علشان ياخد ابن اخوه. وبيروح تشانج على العياده وبيحاول يعالج نفسه، بس بيجيله ظابط وبيدخل معاه في معركه، بس بيقدر تشانج انه يتغلب عليه بسهوله، وكمان بياخد تليفونه وبيهرب من مكانه بسرعه. بس لما مش بيلاقي شبكه في التليفون بيفضل يتحرك علشان يوصل لاي مكان فيه ارسال، وبيدخل اوضه التحكم بتاعه السجن وبيهجم على الحراس اللي موجوده كلها وبيقدر انه يخلص عليهم، وكمان بيدوس على زر التحكم الرئيسي وبيفتح كل البوابات بتاعه الزنازين في السجن. وطبعا اول ما المساجين بيتفتح عليها الباب بيطلعوا كلهم من الحبس وبيبداوا يجروا في المكان وبيضربوا اي حد من الضباط يجي قدامهم.
وتشات شاي ساعتها كان لسه بيدور على تشانج، بس بيتفاجئ ان في بنات صغيرة وستات طالعين من زنزانة سرية من اللي موجودين في السجن، وبيستغرب جدا ازاي جم هنا اصلا. وبيجي ساعتها رئيس السجن وبيعرف تشات شاي ان في حاجة غلط بتحصل والرئيس وراه حاجة مخبيها، بس بيجي الضابط اللي تشانج لسه ضربه وبيقول له انه ما ينفعش يبقى هنا، وكمان بيعرفوا اللي حصل وبياخدوا معاه وبيمشوا من عندهم بسرعة. وساعتها بيتفاجئ تشات شاي بكل المساجين وهي بره، وبيبقوا عاملين فوضى كبيرة جدا في المكان. واول ما بيشوف تشانج بيفتح الباب وبيبدأ يهجم على المساجين اللي في طريقه، وبيبقى عاوز يعمل اي حاجة علشان يقبض على تشانج بالذات. وفعلا بيقدر يوصل وبتقوم بينهم معركة قوية جدا، وما كانش حد فيهم قادر على التاني، وده علشان الاتنين متمرسين جدا في القتال. كل ده وتشانج ماسك التليفون وبيدور على مكان يلقط منه شبكة. في نفس الوقت كان رئيس السجن دخل للساحة وبدأ يضرب المساجين، وكان عمال يدور على اي طفل من اللي هربوا علشان لو حد عرف بيهم هيحصل له مشكلة كبيرة. وبيبان ان الرئيس كو هانج مش سهل برضه، ومقاتل قوي جدا من الدرجة الاولى، وفعلا بيقدر يوصل لواحد من الاطفال وبيهجم على المساجين اللي معاه وبياخده من ايده وبيمشي. وكان ساعتها لسه تشات شاي وتشانج في قتالهم مع بعض، لحد ما بيلاقي تشانج مكان عالي فبيطلع له بسرعة، واخيرا بيجمع الارسال وبيرن على عمه. بس اول ما بيرد كانت تشات شاي قدر يوقع تشانج من فوق، وبيجري ياخد التليفون وبيقفل السكة، وبيقدر يسيطر على تشانج، وبتوصل القوات الخاصة هي كمان وبتقدر تسيطر على باقي المساجين. بنرجع لعمه اللي فضل يتكلم بس محدش رد عليه، وساعتها عرف ان ابن اخوه هو اللي بيكلمه وانه لسه بامان، وبيطلب من واحد من الضباط يجيب له بيانات الرقم ده، وبيقرر انه يستنى وما يسلمش هانج لاخوهم، وبياخدوه بيودوه لعياده صغيره كده تبعهم علشان يكمل علاجه هناك. وبيجي تاني يوم وبيوصل المحقق تشان لتايلاند، وبيروح للضابط اللي تشانج اتصل عليه من تليفونه، وبيعرض عليه فلوس كتيره جدا، وبيقول له انه عاوز يزور واحد في السجن اللي هو شغال فيه. وبيروح تشات شاي يطمن على بنته اللي كانت زعلانه علشان المتبرع لسه ما جاش، بس بيطمنها وبيوعدها انه مش هيسيبها ابدا غير لما تخف. وتشانج كان قاعد في الزنزانه لوحده، وما كانش حتى حد بيحط له ميه بسبب اللي عمله في السجن، بس بيروح له تشات شاي وبيخالف الاوامر وبيديله ازازه ميه كده على الرغم من كل اللي عمله، بس عشان كان صعبان عليه يعني. وبيجي الليل وبيوصل المحقق تشان للسجن وهو متنكر في زي عامل علشان يعرف يدخل، وبيقابله الضابط اللي اخد منه الفلوس، وبيروح الاول يطلب المساعده من تشات شاي بس بيرفض في الاول، بس بيعرف الضابط يقنعه ان تشان يقابل ابن اخوه يعني. في نفس الوقت كان رئيس تشان عرف باللي عمله، وكان رايح هو ورجالته للمكان اللي فيه الدكتور هانج علشان ياخدوه، بس اول ما بيوصلوا بيوصل واحد كده تبع هونج وبيبدأ يهجم على كل الضباط اللي في المكان، وما كانش ولا واحد منهم قادر يعمل معاه حاجة لحد ما بيخلص عليهم كلهم، وكمان بيخلص على رئيس الشرطة وبياخد هانج وبيمشي من المكان. وبنرجع للسجن وبيقابل تشانج عمه وبيديله تشات شاي ربع ساعة علشان يتكلموا مع بعض، بس بيجيله تليفون بعدها من واحد من الضباط قبل ما يموت وبيعرفه على كل اللي حصل، وساعتها بيتعصب جدا وبيقول لتشانج ان هم لازم يهربوا من هنا بأي طريقة علشان حياتك في خطر. وبيجي لهم تشات شاي وبيعرفهم ان الربع ساعة خلصت ولسه بيفكهم، ووصل رئيس السجن وشافهم وبياخدهم وبيحبس تشان في قفص، وبيربط تشانج على الارض وبيتكلم مع تشات شاي والظابط التاني وبيقول لهم ان هو مسامحهم على اللي عملوه، بس علشان يسامحهم يعني بيأمر تشات شاي ان يقتل تشان، بس تشات شاي بيرفض. فبيجيب بنت كده من اللي خاطفهم وبيقول لتشات شاي انه ينفذ الاوامر، والبنت دي فصيلة دمها زي فصيلة دم بنتك وبكده هتقدر تعالجها، بس برضه بيرفض تشات شاي يقتله. فبيتعصب عليه رئيس السجن، بس بيقرر صاحبه ان هو اللي يروح يقتله، وبيروح فعلا وكان بيحاول يخلص عليه، بس بيوصل هونج وبيبقى هو اللي مشغل رئيس السجن، وكمان هو زعيم مافيا تجارة الاعضاء، وبيقول لكو هانج انه بدل ما يقتلهم يوديهم للمكان اللي تبعهم علشان يستفادوا باعضائهم. وبيجي تاني يوم وبيروح تشات شاي هو وصاحبه مع تشانج وعمه، وبيكونوا رايحين غصب عنهم علشان لو ما راحوش هيخسروا شغلهم وكمان ممكن يتقتلوا. وبيوصلوا للمكان كده وبيسلموا تشانج وعمه، بس تشات شاي ما كانش قادر يقعد في المكان بسبب الجثث الكتير اللي موجوده فيه، وبيخرج منه بسرعه وبيلحقوا صاحبه وكان بيحاول يهديه شويه. وبعد شويه لما افراد العصابه كانوا قاعدين ياكلوا بيحاول تشان يفك ايده من الكلبشات وبيقدر بصعوبه جدا انه يفكها،
وبيوصل للمفاتيح وبيحدفها لتشانج علشان يفك نفسه هو كمان، وبيطلعوا هما الاتنين مع بعض وبيبدأوا يهجموا على كل أفراد العصابة اللي موجودة. وكانوا صادين معاهم في الأول كده شوية، بس بسبب عددهم الكبير كانت العصابة خلاص هتقدر تتمكن منهم، لحد ما بيدخل تشات شاي في الوقت المناسب وبيدخل بالأتوبيس بتاع الشرطة جوه المكان، وبينزل يدغدغ عظم أي حد يجي قدامه علشان تشانج وعمه يقدروا يهربوا من المكان. وبيروح تشانج بسرعة على عربية كده وبيقدر يشغلها، وبياخد عمه والظابط وبيهربوا من المكان بسرعة. بس للأسف تشات شاي ما قدرش يهرب معاهم لأنه كان في قتال تاني مع أفراد العصابة كلهم لوحده، بس قدر عليهم وراح هجم على واحد تاني كان اخد الأتوبيس وكان عاوز يروح يخبط في العربية بتاعتهم، بس بيقدر تشات شاي إنه يوقفه، بس الأتوبيس بيتقلب وبيفقد وعيه في النهاية. وبعد شوية بيوصل تشانج وعمه والظابط للمستشفى، وبنعرف بعد كده إن المستشفى دي اللي موجود فيها سا بنت تشات شاي. وفي مرة وسا بترن على أبوها، التليفون كان في نفس الوقت مع تشانج، وهنا بيعرف إن البنت دي هي سا اللي كان المفروض يتبرع لها بدمه علشان ينقذ حياتها، وبيعرف كمان إن هي بنت تشات شاي. على طول بيطلع للدكتور وبيتأكد فعلا إن دي اللي كانت عاوزة المتبرع، وبيطلب من الدكتور إنه يعمل العملية وينقذ حياتها، بس الدكتور بيرفض وبيعرفه إنه ما ينفعش دلوقتي علشان دمه مليان بالمخدرات، وهيضطر يستنى لمدة 3 شهور على الأقل علشان يقدر يعمل العملية. فبيروح لها بعد كده ساو وبيطمنها إنه هو اللي هيتبرع لها، وكمان بيوعدها إنه يرجع لها أبوها في أقرب وقت. وبعد شوية لما بيستعيد تشانج صحته، بيروح لواحد من أفراد العصابة وبيغفله وبيعرف منه مكان العصابة، وبيمشي وراهم لحد ما بيوصل للمستشفى اللي هونج المفروض هيعمل فيها العملية. وبيدخل المكان والممرضات بترحب بيه لحد ما بيجيله الشخص اللي قتل الضباط وخطف هانج، وبيبدأوا الاتنين يهجموا على بعض وبيدخلوا مع بعض في معركة قوية جدا، وكان الشخص ده قوي جدا في القتال، بس تشانج كان أقوى منه وقدر كمان إنه يتفادى السكاكين اللي كان المجرم ده بيحدفها عليه، وبيهجم عليه من تاني لحد ما بيقدر يكسر له ايده ورجله. بعديها كان هونج داخل لأوضة العمليات، بس بيتفاجئ برجالته كلها وهي ميتة، وبيتصدم لما بيشوف تشانج وهو اخد الدكتور تحت رجله. وفي نفس الوقت كان رئيس السجن اخد تشات شاي وربطه من رقبته، وده طبعا بعد ما موتوه ضرب، وبيجيله وبيوعده انه هيقتله وهيبيع الاعضاء بتاعته، لحد ما بيجيله تليفون من هونج وهو بيأمره ان يسيب تشات شاي وما يعملوش حاجه، وبيكلمه ساعتها تشانج وبيطلب منه ان يجيب تشات شاي ويروح له على المستشفى. وفعلا بياخد تشات شاي وبيروح للمستشفى وهو معاه رجاله كتير جدا من عصابته، اللي اول لما بيدخلوا بيتفاجئوا بشنطه كده مرميه على الارض، والكل ساعتها كان خايف يفتحها، لحد ما بيدخل واحد منهم يفتحها وبيلاقي جواها صندوق، واول ما بيفتحوه كلهم بيتخضوا، بس الصندوق ما كانش فيه حاجه غير قناع، اللي اول ما تشات شاي شافه عرف ان تشانج وصل لبنته. وبيتفاجئوا بعد كده بالكهرباء بتقطع في المكان، وبيبدا تشانج يهجم على كل افراد العصابه اللي في المكان، وتشات شاي بدا يهجم هو كمان على الحارس اللي كان معاه وبيفك السلاسل اللي مربوط بيها، وبيبدا يهجم هو كمان على افراد العصابه اللي في المكان، لحد ما بيقدر هو وتشانج انهم يخلصوا عليهم كلهم ومش بيتبقى منهم ولا واحد. وتشانج بعدها بيدي لتشات شاي التليفون بتاعه وبيسمعوا الرسايل اللي كانت سابت بعتها له، اللي فيها ان هي عرفت شكل المتبرع، ولما بيشوف صورته بيعرف ان تشانج هو اللي هيتبرع لبنته. في نفس الوقت كان هونج فاق وعرف اللي اخوه عمله فيه وكان عاوز يموته، بس مش بيقدر لانه في الاول وفي الاخر اخوه، بس يعني اول ما بيلف ظهره بيضرب اخوه على دماغه وبيوقعه على الارض وبيقول له سامحني يا اخويا انا مضطر اضحي بيك علشان خاطر اعيش، وبيضربوا بالانبوبه على دماغه تاني لحد ما بيفقد الوعي. وتشانج وتشات شاي بيجي لهم كو هانج وبيبدا يهجم عليهم، وبيبان انه جامد جدا في القتال، وعلى الرغم ان هما 2 على 1 بس بيقدر كو انه يدغدغهم من كتر الضرب، لحد ما بيقرر الاتنين انهم يتحدوا مع بعض ويهجموا عليه في نفس الوقت، وساعتها بيقدروا انهم يضربوه اكتر من ضربه لحد ما بيفقدوا توازنه، وبيقدر تشانج انه يديله ضربه قويه جدا برجله بيطيره من مكانه، بس بيقوم تاني ابن اللذينه وبيهجم عليهم مره تانيه،
وبيضربوه في الاول شويه، بس بيقدر انه يصيب تشات شاي بالسكاكين اللي معاه وبيضربه بيطيره لبعيد، وكان خلاص تقريبا تشات شاي هيموت من قوه الاصابات اللي عنده. وكو كان ماسك تشانج وعمال يضربه لحد ما بيكسر بيه الازاز وبيقع هما الاتنين من المبنى. بس تشات شاي بيفتكر بنته وبيقوم مره واحده وبيلحق بسرعه تشانج قبل ما يقع وبيرمي له السلسله. كو هانج بيمسك فيها وتشانج بيمسك في الكرافته بتاعته، بس بيقدر تشات شاي انه ينقذ تشانج على اخر لحظه، وده طبعا بعد ما كو مات من الخنقه. اما هانج مات لانه ما عملش العمليه، وعلى الرغم من اللي لسه عامله في اخوه الا انه كان حزين عليه جدا. وبعد فتره اتبرع تشانج لسو وقدر انه ينقذ حياتها، واصبح هو وتشات شاي زي الاخوات بالظبط. وبيخلص فيلم النهارده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. حابب اشكر الناس الجميله اللي بتفتكرنا على طول باللايك والكومنت الجميل. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.